للأسف الشديد بنعاني من خلل عميق في فهم علاقتنا بالله عز وجل، خلط خطير في فهم حقيقة الإيمان بالله والطاعة. الخلط اللي بتكلم عليه ده شكله الظاهري إنه إيمان وطاعة وعبادة ونحو ذلك، لكنه في الحقيقة ما هو إلا تجارة مقنعة. ربما يكون اللفظ قاسي شوية، ولكن للأسف هي دي الحقيقة. فكرة إن الطاعة لازم يجي معاها رزق وراحة وفتح، وإن المعصية لازم تجر وراءها مصايب وضيق وبلاء، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا بنظام تزود حسناتك تلاقي الدنيا فتحت معاك، تقل طاعتك تلاقي البلاء نزل عليك فورا. الفكرة دي على قد ما انها غلط، وعلى قد ما انها بعيدة تماما عن حقيقة علاقة الله عز وجل بالعبد، الا انها ربما تكون مريحة نفسيا لعامة الناس، لانها بتدي الانسان احساس بالسيطرة، تحسسه ان هو فاهم اللعبة وان هو ماشي صح. بس في الحقيقة هي فكرة مش دقيقة إطلاقا، وأحيانا بل غالبا إنها بتكون ظالمة لينا وظالمة لتصورنا عن ربنا سبحانه وتعالى نفسه. الدنيا يا إخواننا عمرها ما كانت مقياس للرضا الإلهي، ولا الابتلاء كان يوما دليل غضب، ولا النعمة كانت دايما علامة حب. الدنيا ببساطة شديدة مكان اختبار، مش مكان توزيع جوائز. في أنبياء عاشوا عمرهم كله في تعب ونصب، وظلموا وأوذوا وحوربوا وماتوا وما شافوش ما نسميه نحن فتحا. وفي المقابل في ناس بعيدة عن الله عز وجل عايشة في سعة وراحة وماتت وهي في أوج النعمة. وده مش خلل في العدل الإلهي، حاشا لله، ده طبيعة الحياة اللي احنا فيها. ايه المشكلة اننا بنقيس ربنا سبحانه وتعالى بمنطقنا البشري الصغير الحقير؟ بنفترض ان العلاقة مع الله لازم تكون علاقة مقابل، أطيعه فآخذ، ألتزم فأنعم، ولو ما جاش النعيم أراجع نفسي وأشك. مش في فهمي، لا، ده أنا كده بشك في ربنا سبحانه وتعالى نفسه والعياذ بالله. وكأننا بنقول من غير ما نقصد أنا بعبدك يا رب عشان تديني، مش عشان أنت تستحق العبادة. حتى لو ما قلناش ده بلسان المقال فإنه يقال بلسان الحال، وهو أشد وأعظم. النقطة دي دقيقة جدا، لأن اللحظة اللي العبادة فيها بتتحول لوسيلة مش غاية، الإيمان نفسه بيبقى هش. أول ما الدنيا تضيق كل حاجة بتقع، وكأن العبد بيقول يا رب أنا بعبدك عشان تديني، مش عشان أنت تستحق العبادة. لما نيجي نراجع بعض التفاسير كتفسير الإمام ابن كثير رضي الله عنه في قول الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، نجده نقل بعض الأقوال. من هذه الأقوال أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف: كان الرجل يقدم على المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. هو نفس المنطق اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي. برضو عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به، وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولادة سوء وعام قحط قالوا ما في ديننا هذا خير، فأنزل الله على نبيه ومن الناس من يعبد الله على حرف. برضو جاء في تفسير هذه الآية عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال هو المنافق، يعني الإنسان الذي يفعل هذا هو المنافق. إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه، فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول انقلب على وجهه، يعني ارتد كافرا بالله عز وجل وبحكمته، خسر الدنيا والآخرة، فلا هو حصل من الدنيا شيئا، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو في غاية الشقاء والإهانة، ولذلك قال ذلك هو الخسران المبين. يبقى لازم نفهم أن الطاعة مش ضمان للراحة، الطاعة موقف اختيار، إنك تفضل واقف على الصح حتى وإنت بتدفع ثمنه. والمعصية مش دايما برضو عقابها بيجي فورا، أحيانا بيجي متأخر، وأحيانا ما يجيش في الدنيا أصلا، لأن هذه الدار ليست بدار حساب. في ناس ربنا يبتليها أحيانا لأنها قريبة، وفي ناس يسيبها لأنها بعيدة، وفي الحالتين الإشارة مش في اللي أنت مش في اللي أنت شايفه، الإشارة في اللي أنت مش شايفه. أخطر حاجة إننا بقينا بنعبد ربنا بمنطق السوق، ندخل على الطاعة
واحنا حاطين عينينا على الرزق ونقيس رضا ربنا سبحانه وتعالى بأرصدتنا في البنوك، ولو تأخر الخير نغضب ونزعل ونحس ان في خلل في الصفقة مع الله عز وجل. بس ربنا ما وعدناش بدنيا مريحة، وعدنا بمعية، وعدنا بهداية، وعدنا بمعنى، وهذه أشياء أعمق وأتقل من الفلوس والراحة المؤقتة. فاللي بيعبد ربنا عشان النفع ايمانه مربوط بالظروف، يطلع وينزل، يقوى ويضعف حسب الدنيا ماشيه معاه ولا لا. لكن اللي بيعبد ربنا لانه رب، لانه حق، لانه الحقيقه التي يرجع اليها ويسند عليها، هذا ايمانه ثابت لا يتزعزع، حتى وهو مكسور، حتى وهو مبتلى، حتى وهو موجوع، حتى وهو مش فاهم الحكمه الكامله. هو مش بيسال انا اخدت ايه، هو سؤاله الحقيقي انا واقف فين، هل انا على الطريق ولا خرجت عن الطريق. الدنيا ممكن تديك وانت عاصي وانت بعيد عن الله، وممكن تأخذ منك وأنت قريب، وهذا ليس ظلما، ده اختبار بيكشف نية العبد ويفرز القلوب ويجعل العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى إما علاقة حب وتسليم، وإما علاقة مصلحة تنهار أول ما الحساب يتأخر. وفي لحظة معينة كل إنسان فينا بيتحط قدام السؤال الحقيقي: هل هتفضل مع ربنا سبحانه وتعالى حتى لو الدنيا ما ادتكش وضاقت عليك، ولا أنت كنت معاه بس عشان الدنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني لا يعبد لأنه ينفع، لكنه يعبد لأنه رب، ولأن العبادة في ذاتها نجاة حتى لو كانت الطريق قاسية، وحتى لو النهاية مش في الدنيا. سلام.